أميرة خفاجي تقديم نسرين شعبان. أصدقائي أصدقاء برنامج كتاب أونلاين، أهلا بكم وجولة جديدة من داخل الشبكة الدولية للبحث عن كتاب جديد ومفيد. اليوم جولتنا من داخل موقع www.mybook4u.com www.mybook4u.com وبالتحديد من قسم كتب السير الذاتية. كتاب اليوم درة السينما المصرية، تأليف الكاتبة علا الشافعي. يتناول كتاب درة السينما المصرية مشوار حياة الفنانة يسرى، وقد أصدر هذا الكتاب بمناسبة إطلاق اسم النجمة يسرى على الدورة 32 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي. وهنسمع دلوقتي لرأي قارئ من أصدقاء البرنامج في كتاب اليوم درة السينما المصرية. أنا اسمي رمضان، طالب بالفرقة الأولى بكلية تجارة جامعة الإسكندرية. أنا من محبين ومستمعين إذاعة اسكندرية، ويا رب دايما موفقين في جميع البرامج. النهاردة هتكلم عن كتاب في مجال الفن. أنا من محبين قراءة الكتب بشكل عام ومحبين الثقافة، ودايما بحب أتكلم ودايما بحب أقرأ الكتب في مجال الفن. النهاردة هتكلم عن كتاب في مجال الفن لدرة السينما المصرية. كتاب درة السينما المصرية تأليف علا الشافعي، وهو كتاب للفنانة الكبيرة يسرى. الكتاب طبعا بيتكلم عن تاريخ ونشأة وكل ما يخص السيرة الذاتية للفنانة الكبيرة يسرى. الكتاب أصدر من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما. الكتاب طبعا درة السينما المصرية تأليف علا الشافعي بيتكلم عن الفنانة يسرى. الكتاب بيتناول عدة صفحات، تصل صفحات الكتاب ل 102 صفحة. كل صفحات الكتاب بتتكلم عن نشأة الفنانة الكبيرة يسرى منذ طفولتها وحبها للفن منذ الطفولة. الكتاب برضه بيحتوي على صور لمجموعة ألبوم صور للفنانة الكبيرة يسرى، وصور لها مع المخرجين الكبار، وألبوم صور بتحتوي معها النجوم اللي هي كانت بتحبهم وأصدقائها في مجال الفن. كمان الكتاب بيتناول العديد من السيرة الذاتية للفنانة يسرى. هقول نبذة من الكتاب. الفنانة طبعا يسرى فنانة مصرية، ولدت عام 1955 في محافظة القاهرة. اسمها الحقيقي هو سيدين محمد حافظ نسيم، لكن اشتهرت باسم الفنانة يسرى. متزوجة من خالد سليم اللي هو الأخ الأكبر للفنان والممثل هشام سليم، وابن لاعب النادي الأهلي المصري الراحل صالح سليم. يسرى تعتبر طبعا واحدة من أهم نجمات السينما والدراما المصرية. اسهمت في أهم الأعمال السينمائية الحديثة وعملت مع أفضل المخرجين. أمثال طبعا المخرجين اللي اشتغلت معهم الفنانة الكبيرة يسرى: يوسف شعبان، يوسف شاهين، ومشاركة معظم الممثلين النجوم في أدوار رئيسية مثل نور الشريف وعادل إمام. طبعا بدأت يسرى مشوارها الفني في أواخر السبعينات من خلال فيلم ألف بوسة وبوسة، وقد استمر مشوارها الفني مع السينما المصرية، حيث استطاعت أن تحقق نجاح كبير في أواخر الثمانينات بعد أن قدمت مجموعة من الأفلام مع عادل إمام. كان أولها فيلم بعنوان شباب يرقص فوق النار، كان عام 1978. طبعا يسرى اتولدت عام 1955، ولكن ابتدت ان هي تعمل في مجال الفن. هي كانت بتحب الفن منذ الطفولة، لكن ابتدت تمارس الهواية وتعمل فعلا في مجال الفن عام 1973. يسرى طبعا فنانة مصرية بتحب الفن منذ طفولتها جدا. لها العديد، اشتغلت في العديد والعديد من الافلام كتير جدا. اشتغلت في افلام مهمه جدا مع يوسف شاهين، واشتغلت في العديد والعديد من الاعمال الدراميه. كان اول عمل ليها اسمه الفندق، ده كان مسلسل درامي، وكان من اهم مسلسلاتها طبعا الشاهد الوحيد، رأفت الهجان، وحياة الجوهري، وأن الأوان، وأين قلبي، أحلام عادية، قضية رأي عام، في أيدي أمينة، الشمع الأحمر. هو طبعا في العديد والعديد من المسلسلات، لكن أنا ذكرت حاجات بسيطة جدا من أهم أعمالها. يسرى لم تقتصر أعمالها على السينما والتلفزيون فقط، وإنما قدمت مسرحيات كمان، وأهم مسرحياتها كان كعب عالي، وبداية ونهاية، ولما بابا ينام. دي كانت أعمال المسرحية للفنانة يسرى. الفنانة يسرى برضو قدمت الأغاني،
وهم ألبومين غنائيين. من أشهر أغانيها هي قدمت ألبومين غنائيين، بس كان من أشهر أغانيها 3 أغاني اللي هم جنون الحب وجت نظرة عيونه، وكان الأغنية التانية اللي هي حب وخلي الناس تحب. دي أشهر أغانيها، لكن هي قدمت ألبومين من الأغاني. طبعا أفلامها قدمت العديد والعديد من الأفلام زي حدوتة المصرية، على باب الوزير، ضرب الهوى، الأفوكاتو، الإنس والجن، الصعليق، سر للغاية، كراكون في الشارع، المولد، اسكندرية كمان وكمان، امرأة واحدة لا تكفي. كل دي أفلام للفنانة يسرا. وطبعا سيدة القاهرة والراعي والنساء، الإرهاب والكباب، وطيور الظلام، حسن وعزيزة، قضية أمن دولة، كلام الليل، معالي الوزير، اسكندرية، نيويورك، دم الغزالة، عملت يعقوبيان. طبعا اشتغلت كمان مع عادل إمام، الفيلم اللي دايما بتبهرنا مع الفنان الكبير عادل إمام، فيلم بوبوس. اشتغلت في العديد والعديد من الأفلام ومن المسلسلات. أهم المخرجين اللي هي اشتغلت معاهم زي ما ذكرت قبل كده يوسف شاهين. اشتغلت كمان أدوار رئيسية مع الفنان نور الشريف، دي كان أهم أعمال ليها مع الفنان نور الشريف. يسرا قدمت العديد والعديد من الفن. كتاب بيتناول كله. كمان قدمت أعمال إذاعية كانت اشتغلت بالإذاعة عام 1981. قدمت مسلسل على باب الوزير، ده كان في الإذاعة، والإمبراطور أبو الدهب ده برضو كان مسلسل. مجنون ليلى عام 2008 قدمته في الإذاعة. كان برضو دخان شحاتة عام 2014. وكمان كان ليها، هي حصلت على العديد والعديد من الجوائز. كان أول جايزة ليها جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم ليلة الشتاء، ده كان عام 1981. وكان برضو ليها جايزة كريم من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كان في إيطاليا، وحضورها كضيفة شرف للمهرجان، ده كان 1992. وكرمت في مهرجان كان الفرنسي عام 1995. طبعا الفنانة يسرا أنا اديت نبذة عنها، يعني قلت نبذة عن الكتاب، لكن الكتاب مليان السيرة الذاتية الكبيرة للفنان الكبيرة يسرا. أنا بنصح محبين الفن، محبين النجوم، محبين قراءة الشخصيات العامة يقروا كتاب درة السينما المصرية. كتاب درة السينما المصرية تأليف علا الشافعي للفنانة الكبيرة يسرا، أصدر من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما. بنصح الجميع بقراءة هذا الكتاب لمعرفة السيرة الذاتية للفنانة الكبيرة يسرا. الكتاب بيتناول السيرة الذاتية كلها، وكمان بيتناول أعمالها وأفلامها وكل حاجة عن هذه الفنانة الكبيرة. يا رب أكون أفدتكم، يا رب أكون عرفت أفدكم من هذا الكتاب الكبير. بنصح كل الجميع بقراءة هذا الكتاب. بشكر إذاعة اسكندرية، يا رب أكون أفدتكم، وبنصح الجميع بقراءة هذا الكتاب، كتاب درة السينما المصرية تأليف علا الشافعي، أصدر من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما. يا رب أكون أفدتكم منه، وبنصح الجميع بقراءة هذا الكتاب. شكرا. كتاب أونلاين. إعداد أميرة غساجي، تقديم نسرين شعبان.